حاجه كبيره جدا. خلوني الاول ارحب بواحد من نجوم، مش واحد من نجوم المباراه، من وجهه نظر الشخصيه هو نجم المباراه الاول، الكابتن احمد فتحي. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ اولا وحشني جدا، ثانيا ايه الجمال ده يا واد، يعني حاجه حلوه جدا، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني والله انا مش عايز احسدك، لان انا يعني عايز استنى لغايه يوم 19 وبعد كده ابقى اقول لك يعني. ربنا يخليك يا كابتن، والله الحمد لله يعني اللي ربنا كرمنا وخدنا بطوله صعبه. نعم. صعبه جدا طبعا، لكن الحمد لله الواحد والله الناس كلها فرحانه وسعيده بالفوز دوت، ودي اكتر حاجه بسطاه يعني في الماتش كله الحمد لله يعني. لا انا دايما ببقى سعيد بيك يا احمد، يعني انت تحديدا لان انت عارف العلاقه اللي بيني وبينك، ولكن انت امبارح كنت متفوق بسم الله، متفوق على نفسك يعني بسم الله ما شاء الله. تترقص تقوم تجيبها، هو ده احمد فتحي اللي انا اعرفه بقى، اللي هو امبارح انت 10 رئات، مش 2 مش 3 رئات ولا 4 رئات، 10 رئات بسم الله ما شاء الله يا احمد. والله يا كابتن الحمد لله يعني، هو التوفيق من عند ربنا كبير يعني، مش يعني اكيد زمايلي بيساعدوني طبعا، وبالناس اللي بره برضو بكل حاجه الحمد لله يعني، كان في توفيق من عند ربنا في كل الناس، لكن بحمد ربنا على انت عيد ميلادك امتى يا احمد؟ كان امبارح. ما انا عارف 29 سنه. ها 29 هو عجزنا يا كابتن خلاص. هو بيقول لي عجزنا عشان انا عارف ان هو يعني انا اعرف احمد تقريبا من كام سنه يا احمد؟ من 12 تقريبا سنه او اكتر. من سنه 2000. يعني كان لسه بقى احمد عنده ساعتها بتاع 16 سنه ولا 17 سنه. ربنا يديك الصحه يا احمد. يعني انت واحد من الناس اللي انا ببقى دايما سعيد بيهم لما بشوفهم وبسمع صوتهم. احمد يعني قول لي كان احساسك ايه بعد المباراه امبارح في ظل هذه الظروف الصعبه جدا 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 وتفوزوا بالبطوله الثامنه؟ والله يا كابتن انا من عامه يعني لما باخد بطوله بفرح بس انا كنت فرحان جدا. انا امبارح لسه كنت هتفضل يعني انا لما باخد بطولات وكده يعني باخد البطوله ببقى فرحان عادي يعني، بس عادي يعني الفرحه عادي يعني. نعم. يعني الواحد بيبقى قايل، لكن امبارح كنت فرحان جدا يعني، كنت سعيد جدا. ممكن عشان الجمهور بقاله كتير ما بيحضرش، ممكن عشان الناس عايزه تفرح والواحد عايز يفرحها. كان حاجات كتيره جدا يا كابتن والله. البطوله كانت صعبه بالنسبه لنا جدا. اللي احنا ناخد برضه بطوله افريقيا تاني بطوله ورا بعض على التوالي ده، لا ان انت تاخدها وفي ظل توقف نشاط رياضي يا احمد كمان، خد بالك. ما هو كابتن موضوع نشاط الرياضي ده صعب جدا بصراحه. لا بس اعتقد ان بعد امبارح اعتقد ان الامور هتبقى متغيره خلال الفتره اللي جايه، ولا ايه رايك؟ انا اتمنى يا كابتن يعني ان الدنيا ترجع والدوري يرجع وكل حاجه ترجع يعني، يبقى مش عشان احنا بس يعني، فرق كتيره في لعيبه مظلومين كتيره في فرق ثانيه برضو، الموضوع صعب بالنسبه لهم يعني. نعم. لازم يبقى في نشاط واحتكاك وفايده لينا، وهتبقى فايده للمنتخب كمان يعني، تاثر كبير الفتره اللي فاتت دي بسبب الموضوع ده يعني. نعم. احمد انا عارف ان انت قريب جدا من ابو تريكه، يعني ايه اللي شفته في قرار اعتزاله؟ يعني هل قرار اعتزاله ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولا يعني من وجهه نظرك؟ لا هو مصمم، بس انا بكلمه والله يا كابتن، انا كلمته حتى بعد الماتش قلت له يعني حرام اللي انت تعتزل دلوقتي. قلت له طول ما انت قادر وبتدي تعتزل ليه يعني انا كلمته برضه امبارح نفس الكلام، قلت له يا ابني انت يعني انت ليه بتعمل كده؟ اتفضل. قلت له ما شاء الله يعني انت يعني احنا هنقول لك لو انت مش قادر لكن انت ما شاء الله بتجري وفايق والدنيا كويسه يعني. طب انت يعني ليه القرار دلوقتي؟ فهو بيقول لي هو عايز ياخد القرار ده يعني ايه، يكون يعني واخد بطوله افريقيا يعني خلاص يعني يا كابتن يعني سايب انطباع كويس للناس. نعم. لكن انا مش انا مش معاه. وانا مش معاه الحقيقه، وانا مش معاه. انا قلت له انت قدامك سنتين كمان يعني، ما اعرفش ده وجهه نظري يعني. على الاقل سنتين يعني. انا بقول على الاقل سنتين يعني، طول ما انت قادر ما خلاص ما العب يعني. طب يا احمد انت شايف ان يعني هو محمد هيلعب المباراه الجايه بتاعت غانا ولا مش هيلعب؟ لا موجود معانا. ما هو موجود، بس يعني انا اللي انا عرفته ان هو يعني برضو مش يعني لسه بيفكر في الماتش اللي جاي ده. ما يلعبش اصلا؟ ما اعرفش والله. يعني ما اتكلمتش لسه معاه في هذا الموضوع؟ لا يعني انا ما خلصت الماتش بتاعنا كلمت في الموضوع ده في الاتوبيس بس، انا نزلت على طول. لكن انا ما فتحتوش بصراحه في موضوع غانا ده، لكن انا عارف اللي هو جاي المعسكر، لكن اكيد اتكلم معاه هناك يعني. طب احمد يعني احلامكم ايه في كاس العالم للانديه؟ يعني انت ثالث مره تهيألي يا احمد، مش كده؟
دي ثالث مره. ثالث مره يعني. احلامك ايه لثالث مره؟ عايزين انا يعني انا خدت ثالث عالم مثلا في كاس العالم للانديه، احلامكم ان انتوا توصلوا للمباراه النهائيه؟ والله يا كابتن احنا احلامنا كده برضو يعني، لكن لسه مش عارفين اللي هيحصل في البطوله، لكن اكيد انت ما بتخش اي بطوله بتتمنى ان انت توصل لاقصى حاجه فيها. نعم. فان شاء الله نكون مركزين بس كده وعلى قد. انا مش عايز اطول عليك يا احمد، ولكن اخر حاجه عايز اسالك عليها، يعني انت ايه رايك في احمد؟ انا عارف ان انت يعني اصدقاء، ولكن في النهايه الناس عايزه تعرف رايكم كلاعيبه في اللي احمد عبد الظاهر عمله. وهل انت شايف، يعني انا وجهه نظري في الموضوع ان احمد يعني الحدث بالنسبه لفوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه حدث يعني ملوش يعني مش قصه، يعني يعمل اللي هو عايزه يعني. والله يا كابتن هو يعني انا ما بحبش ادخل الرياضه في السياسه خالص يعني. برافو عليك. انا اصلا عامه يعني موضوع السياسه ما بحبش اتكلم فيه، لكن الرياضه شيء والسياسه شيء. لكن احمد عبد الظاهر هو انا ما شفتوش اصلا خالص. لا بس هو كلنا شفناه وشفناه على الفيسبوك كتير يعني. هو دي حريه شخصيه ليه، وكان ممكن يعبر عن فرحته بالهدف كده. نعم. فيعني خلاص يعني. لا انت كان قصدك ان هو يعني من حقه ان هو يعمل كده داخل الملعب ولا لا؟ داخل الملعب تهيألي لا يا احمد. انا ما قلت لحضرتك انا ما بحبش ادخل الرياضه في السياسه. ايوه برافو عليك. يعني الرياضه شيء والسياسه شيء ثاني خالص. وعشان يعني الرياضه تاثرت كتير جدا باللي هي يعني السياسه دخلت فيها الفتره اللي فاتت دي. احنا بقى لنا 3 سنين واقفين عشان سياسه مش عشان حاجه. عشان يعني. سياسه عشان سياسه، هي دي المشكله. تمام. لكن خلاص يعني الموضوع انتهى وخلاص يعني. يعني احمد دايما انا ببقى مبسوط وانت معايا على التليفون يعني، وبشكرك والف الف الف مبروك يا احمد، واتمنى لك كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. اشكرك يا احمد. كابتن وشكرا لحضرتك. شكرا. الف مبروك يا احمد. الف مبروك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب خلينا اتكلم مع حضراتكم شويه على احمد عبد الظاهر.